ما ينفعش يجي عليك العيد من غير ما تجيبي الكيس ده وكل الاكياس اللي جواه. ده اساسي معاكي عشان يرفع راسك كده في وصفة العيد واكلات العيد وضيوفك وعزوماتك وكل الحاجات الحلوة اللي بنحب نعملها، سواء بقى نسلق لحمة، نعمل تشويحة، نعمل صواني، طواجن. لازم تجيب المكونات والأكياس دي كلها كده، وأقولك على خلطة رهيبة تنجح معاكي. خلطة البهارات مش هنعملها 7 أو 10، نعملها 13 12 15 من جميع البهارات، وأقولك على كام تكة كده تكون يعني معاكي خطيرة وتقعد معاكي أطول فترة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. النهاردة نعمل خلطة بهارات حلوة قوي، عشان بصوا وصفات العيد، وصفات اللي احنا بنعملها تنفع معاكي لكل حاجة. معايا زر ورد، معايا قرفة اللي هي السيجار أو قرفة عود، ومعايا جوز الطيب اللي هي بلحة، ومعايا روزماري، اللهم صل على سيدنا محمد، ومعايا الحبهان. والحبهان هنا هاتيه من حد موثوق منه، الخضراء الجميلة الحلوة دي، وكمان الجنزبيل والكركم. على قد ما هتكون ريحة وطعم ومميز، على قد ما يكون فيها فوائد صحية كمان. تمام. والكمون، ومعانا القرنفل، ومعانا اللهم صل على سيدنا محمد اليانسون النجمة، والبطل الأساسي معانا الفلفل الأسود، اللهم صل على سيدنا محمد. ورق اللوري طبعا. كل الحاجات دي بتجيبيها من شخص موثوق منه ويكون عليه سحب. والكبابة الصيني، اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى كبابة صيني وقرنفل وينسون نجمة والقرفة السيجار وزر الورد والروزماري والكمون والكزبرة، ومعاكي الجنزبيل والكركم، ومجهزه الحاجات اللي انا هستخدمها. الطبق اللي انا هخلط فيه عشان ادخله الفرن كده اديله تحميصه حلوه يطلع الرطوبه اللي فيه، وكمان يديلي الريحه بقى وتثبيت الطعم كده خطيره. وكمان مجهزه منخل صغنن وطبق عشان هنخل فيه البهارات دي. بصي هقولك على كل التفاصيل، بس تابعي معايا وحطي لايك للفيديو حلو منك كده، وكمان كومنت حلو كده اتشجع بيه، عشان نعمل حاجات نفيد ونستفيد، ونكون دايما اكلنا مميز، بيتنا مميز، كل حاجة بنعملها تكون مميزة وحلوة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. انا معايا تمن من الفلفل الاسود، وكل حاجة كده مليت ايديكي. بصوا انا باخد بايدي اهو من ورق اللوري، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا اي حاجة بنحضرها للعيد فرحة ولادنا دي تسوى الدنيا، وخليهم يشاركوك ويعملوا معاكي كل حاجة. خدت كده كبشتين كده بايديا من ورق اللوري، وكمان زيهم برضو من زر الورد، اللهم صل على سيدنا محمد. لما بتجيبي من عطارة بتكون كبيرة او عليها سحب دايما، فالحاجات دي بتكون طازة. تمام، يعني ما بتبقاش متخزنة وبقالها فترات طويلة. تمام. وبعد كده نحط معايا الكباب الصيني. يعني بصي هاتي من كل حاجة ب20 جنيه، وهاتي تمن من الفلفل الاسود. يعني انا جايبه من كل حاجه ب20، في حاجات هحطها كلها وفي حاجات هاخد منها نسب. تمام. اليانسون النجم اهو، بصوا شكله خطير ومفيد وفي فوائد كتيره قوي، وكمان بيميز الاكل معاكي خطير خطير. بصوا مسكه الايد اللي انا بمسكها دي في كله بقى ورق لوري، زر الورد، ينسون النجمة، كل الكلام ده. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. في بعض الحاجات بال20 جنيه كانت كتيرة زي اليانسون النجمة، فأنا أخدت نصها بس. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وادي كمان القرنفل. قرنفل طبعا انتوا عارفين فوائده لا تحصى ولا تعد. تمام. وكمان ريحة وطعم مميز قوي قوي في الخلطة بتاعتك، ينفع معاكي لكل حاجة لكل حاجة الخلطة دي. اما بالنسبة للحبهان في انواع كتير قوي في السوق، ممكن تجيبيه اغلى شوية، يعني شوية دول ب40 جنيه، ممكن تجيبيه ب20 نفس الكمية، بس بيكون لونه مختلف وباهت كده ومصفر، مش هيديكي نفس الجودة ونفس الريحة ونفس التميز بتاعه. تمام. ومعايا الكمون. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن تعدي بقى كده، يعني ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وادي 9. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هما يعني حوالي 13. اللهم صل على سيدنا محمد. لسه بقى هنحط القرفة العود، وهاتيها من دايما اللي هي الرقيقة، والبلحة الطيب حبة تضيفيها براحتك، حبة تشيليها تمام، حبة تحطي 1 أو 2 براحتك. انا هكسر من الكمية دي، كان ب20 جنيه فاداني 5 2.
يعني وسط و3 صغيرين قوي، فانا هاخد الاتنين الوسط. تمام، هكسرهم طبعا، بس انا كمان هحمص في الفرن بقى المجموعة دي، فقلت ادخلهم كلهم يتحمصوا. وكمان معايا القرفة، بصوا القرفة رقيقة ازاي، خفيفة قوي، مش تجيبيها القرفة اللي تكون تقيلة وجامدة، اولا هتبوظ معاكي الكبة والخلاط، وكمان مش بتديكي نفس الجودة او الريحة اللي تكون مميزة. كل الكمية دي كانت معايا ب20 جنيه. زمان قوي بقى كنا بنجيبهم ب5 جنيه، بس دلوقتي عشان الاسعار والغلا والكلام ده كله فما فيش مشكلة. طبعا البودرة الجنزبيل والكركم مش هنضيفهم دلوقتي. تمام، حطيتهم كده في الفرن وشغلت الفرن، كل شوية اقلبهم شمال ويمين واتأكد ان هما اتقلبوا كويس، عشان خاطر ياخدوا تحميصة حلوة، وكمان يطلع الرطوبة منهم والريحة بتاعتهم تكون مميزة وتقعد معاكي فترة طويلة. تمام، ليه بعمل الكمية دي؟ بتقعد معايا ومبيحصلهاش حاجة، ولا بتفقد قيمتها ولا ريحتها ولا اي شيء. انا بحب الخلاط ده اللي هو القديم خالص، اللي هو المونوليكس. مع الكبة دي بتخلي البهارات بتاعتك ناعمة قوي قوي، وانا كمان ما بكتفيش بكده، انا كمان برجع انخلها تاني وانعمها. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. بدأت ان انا احط يعني شوية كده واسيب مساحة طبعا عشان البهارات بتاعتي او الخلطة بتاعتي الحصى دي، ان انا اسيبها مساحة تطحن براحتها. تمام، انا ما بجيبش حاجة بودرة، بجيب كل حاجة حصى واطحنها على ايديا واتأكد. طبعا الفلفل الاسود بيبقى مغشوش كتير قوي في الاسواق، فخدوا بالكم من حاجة زي كده، بيكون حاجات مدورة زي الحلاوة كده ومدهونة اسود، ما بيبقاش فلفل اسود. وكمان خدوا بالكم من الحاجات اللي انتوا بتجيبوها مطحونة تكون حد موثوق فيه، لان اغلب الحاجات ما بتبقى بودرة مش عارفين اصلا ايه، وبتبقى مش ليها ريحة. تمام، فانت جيبيهم وطحنيهم، يعني لو الموضوع مش فيه تعب والله ده استمتاع، والريحة كمان بتكون مميزة قوي قوي قوي. فانا من سنين السنين ما بجيبش حاجتي غير حصى زي كده واطحنها براحتي، وانخلهم بالمنخل زي ما انتوا شايفين. شوفوا بقى، بتديني بقى اللي هي الناعمة خالص، تدوب عندك في الاكل، الشوربة، صواني، تتبيلات، اي حاجة ما تبقاش ظاهرة معاكي ولا تبقى خشنة. تمام، واخد بقى اللي انا طلع من المنخل ده وبحطه معايا في المطحنة. مش كل مرة بعمل كده، ممكن اضيفه للطبق واخد حصى سليم واطحنه، وفي الاخر خالص شوية اللي يتبقوا فممكن مش ارجعهم تاني، فاجمعهم وفي الاخر اطحنهم مع شوية ملح صغيرين عشان ينعموا معايا. تمام كده، اللهم صل على سيدنا محمد. جربيها والله العظيم هتعتمديها، وحلوة قوي قوي، هتنفع معاكي بقى في المحشي، تسبيكة المحشي، الشوربة، انك تسلقي حاجة، تحمري، طواجن، تتبيلات، اي حاجة حبيتي تعمليها تدخليها. بس طبعا لو حابة حاجات بسيطة منها على السمك ماشي، بس ما تفضلش قوي للسمك، لان يعتبر معمولة للفراخ واللحمة والحاجات اللي احنا بنعملها كلها. السمك عموما بيحب الكزبره والكمون. تمام كده، اللهم صل على سيدنا محمد. فبدات ان انا اطحن زي ما انتم شايفين. طبعا انت بتطحني الحاجه وبتجيبيها طازه وفريش وبتقعد عندك فتره طويله، بتقعد عندي بالشهور، لاني بحطها في برطمان كبير محكم الغلق، ازاز مش بلاستيك، عشان ما يغيرش الطعم ولا الريحه، وتحطها في دولاب المطبخ وبتفضل معايا فتره طويله قوي بنفس الكفاءة بنفس الريحة. يعني مجرد افتح الغطا بس الريحة ما شاء الله بتبقى خطيرة. تمام، فمش تقول انا بعملها ليه مرة واحدة واعمل حاجات بسيطة. انا عن نفسي برتاح بالطريقة دي قوي، بتقعد معايا فترة طويلة، مش كل شوية اعمل الحكاية دي وان انا اطحن وافرم واعمل وكده. وساعات ممكن الواحد الحاجة تخلص من عنده فجأة وما يلاقيش حاجة يطبخ بيها، فحاجة زي كده بتضايق. دي شوية الحاجات اللي اتبقت خالص دي بخليها لاي محشي، تسبيكة محشي بعملها وبشيلها عندي عشان خشنة عادي مع التسبيكة مفيش مشكلة. وخلاص مسكتها ان انا نخلتها وخليتها ناعمة بودرة خالص، يعني جميلة، تبقى سهلة معاك لأي استخدام. وهاخد معايا معلقة كبيرة من الجنزبيل. الجنزبيل ممتاز ممتاز، بيعطي مذاق مميز قوي للأكل عموما، وخصوصا الفراخ. انا من عشاق الجنزبيل وكمان الكركم. طبعا احنا بنحط الحاجات دي كمان ليها فايدة، يعني الجنزبيل والكركم قيمة غذائية عالية، وكمان بناخد طعم مميز. تمام، يبقى التوليفة دي خطيرة معاك، اعتمديها واساسي تكون عندك في المطبخ، مش هتستغني عنها ابدا. ممكن تجيبي من كل حاجة ب10 جنيه لو حد تعرفيه، او ب20 جنيه، هتفضل معاكي فترة طويلة والحاجة يكون فيها بركة وما تحتريش، ومش كل شوية تطحني وكل شوية تعملي.
في ناس بتستسهل وتجيب الحاجة بودرة، في ناس بتستسهل يعني تجيب من كل حاجة وتعملها على قد وقتها، بس براحتك الطريقة اللي تريحك. انا حبيت افيدك بالتجربة بتاعتي، بس بجد ممتازة، جربوها هتعتمدوها، حلوة قوي قوي قوي. البرطمان الصغير ده اللي هستخدمه، والبرطمان الكبير ده اللي هشيله. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الايام بخير. بحبكم في الله، هستنى رأيكم في الكومنتات، ومع الف